الفشل كلمة صغيرة من 3 حروف بس وراها قصص كتير كبيرة. طبعا أنا مالي هون لحتى أحكي لك قصص نجاح، فيك تفوت على جوجلها وتقرأ كتير عن قصص عالم كانوا فاشلين وبعدين تحولوا لنجاح. أنا هون لحتى أحكي لك وجهة نظري أنا بالفشل. هلا في من بيقول الفشل والنجاح هن صورة عكسية لبعض، وأنا بقول لك الفشل والنجاح هن وجهين لعملة واحدة. الفرق بين الفشل والنجاح حرف واحد، نعم حرف واحد صديقي، عدهم إذا بدك. كيف فينا نحول الفشل إلى نجاح؟ هلأ بخبرك وجهة نظري. أولا تحدى نفسك، ثانيا خليك إيجابي وابتعد عن كل السلبيات اللي حواليك، وما تتقوقع على نفسك إذا صارت معك أي مشكلة. يعني إذا كنت موظف وإجا مدير جديد وبده يعين ابن خالته أو ابن عمته بدالك، لا تزعل حبيبي، لو مالك ناجح ما كانوا فنشوك. ولما حدا بيقول لك يا فاشل انبسط، اي نعم حبيبي انبسط، لانه ساعتها يا اما هذا دليل نجاح وبتمشي على مبدأ القطار يمشي والكلاب تنبح، يا اما هو دليل خطأ، ولازم ما تكون مغرور وتوقف وتعالج خطأك وتشوف وين الخطأ يلي عم تنبهك عليه العالم. يلي ما داق طعم الفشل اكيد ما بيعرف طعم النجاح، واللي ما تعب بقرش اكيد ما بيعرف شو معنى طعم الفلوس. القناعة، خليك قنوع بما لديك، اقتنع بيلي موجود عندك، وحاول انك انت اليوم تنبسط فيه، وكون بسيط ولا تطمع. المثابرة والتعلم، الهدف او الحلم يلي عم تطمح انك تحققه لازم انك تتعلم عنه، لازم انك تاخذ معارف اكثر عنه. ما فيك تضلك عايش بدنيا من الاحلام. يعني اليوم اذا كان طموحك تصير طبيب، ما فيك تفتح نتفليكس وتتابع مسلسل ذا جود دكتور وتقول بعدين انا حصير طبيب. لازم تدرس وتتعلم بعدين بتصير طبيب. الاجتهاد والالتزام، اليوم لازم ما تتنقل من حلم لحلم لحتى ما تضلك نايم وما نعرف نفيقك. التزم بالحلم يلي انت عم تحلمه، اركض وراه لحتى تحققه. ما تضلك كل يوم وكل ساعة عم تقول اوكي وبدي ساوي وبدي اعمل. حاول انك تجتهد لحتى تحقق حلمك. المرونة، خليك مرن. يعني اذا اليوم في عندك مشروع فشل او في حلم ما تحقق، اكيد ما وقفت الدنيا. غير الخطط تبعيتك، غير الحلم تبعك، غير طموحك، غير المنطقة اللي انت قاعد فيها، يمكن يتغير معك قصص كتير. وبنفس الوقت تأقلم مع الواقع، لأنه إذا ما تأقلمت مع الواقع ما رح تقدر تتغلب عليه. تحياتي.